السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفة جديدة. باش نعملوا دويدة مفورة بالدجاج، سهلة برشا. كيف كيف زاد متاخوش برشا وقت، بمكونات بسيطة. بالنسبة للمبتدئين اللي مازالوا يتعلموا واللي مازالوا كيعرسوا، فما عباد ما تعرفش طيب بالكدا، حاسيلو تتسمى من الوصفات السهلة على الاخر. هذه على طريقة المنوش. نشوفوا مع بعضنا شنو المكونات اللي انا نستعملها كي نطيب دويدة مفورة. خديت حمص، سمطته شوية، انا ديما الحمص نحبه يعني طيب بالكدا. بصل، هذا البصل الاخضر الطويل هذاك، خديت زوز مغرف كبار طماطم، ومغرفه هريسه، وللزوز سيكام. انتم والطماطم اللي تستعملوا فيها، خاطرني انا نستعمل هريسه طماطم سيكام وهريسه سيكام، يتسمى كونسونطري يعني. خذيت طروف دجاج ل4 اشخاص. الثوم بيان سور انا ما نجمش نستغنى عليه في الحاجات اللي بالمغرفه، سورتو المفورين. لفحات عندنا راس حانوت، اشترى مغرفه فلفل احمر، اشترى مغرفه صغيره فلفل اكحل، اشترى مغرفه كركم، واشترى مغرفه ملح. خذيت لهنايا اسفناريا والفلفل والبطاطا. بالنسبه للبطاطا انا راني نعملها مقليه، ما نحبهاش في الصوص. بالنسبه للدويده والكسكسي والحاجات والمقرونه، انا راني البطاطا ما نعملهاش فيها، نعملها مقليه كيف هكاك. هذوما قرينات الفلفل غسلتهم وملحتهم، باش اول حاجه نعملوها نقليوهم هما في الزيت باش يسيبوا هاك القوم تاعهم في الصوص. بالنسبه للدويده بالطبيعه كالعاده انا نستعمل ديما الورده. باش نعمل رطل ونص، ما هوش كيلو، كونتيتي ما هيش كبيره. نمشيو تو مع بعضنا نقليو قرينات الفلفل، ومن بعد نفوحوا اللحيمات نتاعنا الدجاج، ونبداو في المرحله الثانيه. كيما تراو توا حطينا قرينات الفلفل يتقلاو هاكا صي قريب يحضروا. الريحه متاع الفلفل هذيك اللي طالعه، هذيك اللي تسيب في الزيت، تعطي بلة من بعد. صي قريب يحضروا، بعدهم بالضبط الزيت سخون وكل شيء نحطوا فيها طروف الدجاج، ونبداو نخدموا في الصوص نتاعنا. تو نقليو الدجاج مع الطماطم والبصل، خليو ياخذوا غرضوا. حطيت معاهم الملح هكا ولفحات مازالوا ما حطيتهمش. لفحات كما قلنا انا نحطهم جيست شويه هكا وقت اللي صاي نبدا باش نمرق، وقت اللي نحس اللي الدجاج صاي يتقلى، وانا من بعدها بالضبط باش نصب الماء، وقتها نحط الدجاج متاعي. اما توا نخليه الدجاج يتقلى بالكدا لين تتنحى الحموريه نتاعو، والطماطم كيف كيف تتقلى باش تنحى زاده القروسيه نتاعها، والبصل ويدخل فيه الفاح. توا يا جماعه صاي حطيت الثوم والفاحات الكل، والفلفل الاحمر والراس حانوت والفلفل الاكحل ومعاهم الثوم. ريت اول ما حطيتهم خاطر ديجا الصوص مقلي، اول ما تحطهم تحس الريحه تطلع مش نورمال. وتوا بطبيعتنا انا ديما الماء يبدا بالجلب يسخن، باش كي نمرق بالماء سخون، نمرقوا بشويه من الاول، خليوها شويه هكا من الفار ما عادش ظاهر، بعده شويه بعد نزيدو نبقاو نزيدو فيه بشويه، مش نمرقوه من الاول ديريكت ضربه واحده. وتوا نحطو هكا الحمص متاعنا، نزيدو نمرقو بالكدا الصوص متاعنا. ترى هكا. الحاجه الاخرى اللي نحطوها من الاول هي هكا الريوسيت اسفناريا،
ونخليوه يغلي على روحه. انترطون شويه اخر مش برشا وقت، ونخلطوه ونحطوه فوق منه الدويده خاطر بالدجاج في ساعه ما يطيب. بما انها الدويده بالدجاج لازمنا ديريكت نحطوها خاطر ما عنديش برشا حاجات. الحمص طايب، الدجاج في ساعه ما يطيب، السفناريه كيف طريه على الاخر في ساعه ما تطيب. لهنا الدويده متاعي عملت لها شويه كركم، عملت لها كيف شويه زيت زيتونه ويلزمني نخلطها بالكدا. انا هاني مازلت ما خلطتهاش، حبيت نوريكم كيف ملحتها. عملت لها هكا ربع مغرفه ملح باش ما تبقاش هكا مسوسه. هذه باش نخلطها مليح بالزيت وهذاك باش يدخل فيها باش ما تلصقش وتولي ليش لازقه في بعضها. بعد ديريكتومون للكسكيس توا نغطيو عليها ونستناوها حتى كشلين تفور. توا نوريكم المرحله من بعد كيفاش. وقت اللي نحلو الكسكيس يا جماعه ونلقاو الفار خارج هكا من الكسكيس، وقتها نحيو الكسكيس على جنب ونصبوا الصوص على الدويده. خاطر انا يلزمني نسقيها شطر، نستنى حتى نتفور بالكدا ونسقيها بالكدا ونخلطها لين تدخل الصوص فيها الكل، ما نخليش فيها الابيض جمله من الفوق اللوطه. ومن بعد نرجعها تكمل تفور المره الثانيه، وقتها الطيب صي. ويا جماعه رانا نحيناه الدجاج، راكم كانش تخليوه للاخر راه ما تلقاوهوش، مش كيما مثلا اللحم نورمال كي طيبوه يعني للاخر مع الدويده. الدجاج لا، التفويره الاولى خاطرو يطيب فيسع التفويره الاولى وتنحيو طروف الدجاج تخرجوهم على جنب وتكملوا تفوروا الدويده نتاعكم على روحها خاطر هي كاسحه شويه تاخذ شويه وقت. كملوا توا نحطوها ونرجع لكم. تو هذه المره الثانيه اللي نصب عليها الصوص. هاك المره الاولى هي نحطها تفور، باش نذكركم المره الاولى نحطها تفور، نعمل لها الزيت والملح والكركم ونخلطها ونحطها في الكسكاس. وقت اللي نهز الغطاء نلقى الفار خارج، وقتها نهبطها نصب عليها نسقيها بالصوص ونخلطها مليح ونعاود نرجعها تفور شوي كيف نحل عليها نلقاها فورت شاحت شربت الصوص متاعها هذاك. نعاود نصب عليها صوص، نشوف انا نتحسسها تذوقها، تشوفها قداش تستحق صوص. كان مازلت يابسه يعني تحط لها تزيدها اكثر صوص، كان شويه تزيدها شويه، انت عينك ميزانك. ونعاود نخلطها ونعاود نرجعها التفويره هذه الاخرانيتها. التفويره هذه تشرب هكا الصوص نتاعها وصاي. من بعد كي نهبطها نحركها ونخليها سي طابت. يا جماعه الدويده متاعنا حضرت، هاكا تراو فيها كل كعبه وحدها، نزلت تفور نزلت كي هبطتها هاكا كل كعبه وحدها طيبه امورها واضحه. توا مبقى لنا كان الدغيساج، نحطوها في الصحين ونرجع لكم. فما شكون يحب يدخلها للفور يحطها في طبق ويصب عليها كل شيء ويدخلها للفور تزيد تشرب الصوص نتاعها شوي. انا الحق يعني نحبها هكا ديريكت، نخليها هكا في الكسكاس هكا باش نخليها شويه ترتاح ومن بعد نحطها وناكل ديريكت ونرجع لكم في الدغيساج. هذه الدويده متاعنا حضرت هيك كعبه بكعبه، شربت الصوص متاعها، حطيت لها هكا كعبات سفناريا، طريف الدجاج، قرين الفلفل، البطاطا اللي قلت لكم عليها راني انا نقليها نحبها مقليه. ما حطيتش برشا صوص خاطر مش الكلهم يحبوا مثلا مسقيه، ثم اللي يحب الصوص فما اللي يحب الحمص هكا يحبها شايحه. صحة وبشفاء ليكم. اللي يحب يجربها على طريقتي انا طريقة منوش يجربها ومن بعد يعطيني رايه في كومنتير والا ميساج والا كيما تحبوا. اللي عجبته الريسيت يخلي لي جيم، يخلي لي ابوني للقناة، يشجعني ادعموني باش انا نزيد نكمل في المنوال هذايا، نكملوا نعملوا دي غسيت مع بعضنا، طرق متاع اكل متنوعة كل واحد والطريقة متاعه. نجموا نجربوا اليوم الطريقة متاعي، انا نجرب غدوة الطريقة متاع حد اخر. وهكاك كل مرة نتعلموا خاطر فنون الاكل راهي كبيرة ومستحيل ان نتعلموه، كل واحد والطريقة متاعه.
صحة وبالشفاء للناس الكل. وكان عجبكم الفيديو كما قلت لكم ابوني، فعلوا الجرس باش يجيكم اول جديد انا نعمله. ناوية نعمل برشا فيديوهات، معاملة عليكم وعلى تشجيعاتكم. ميرسي بوكو.